اللقاء المنتظرة بين أكتر 2 سيرمز ريتينول عليهم جدل في مصر. أول واحد هو سي ليت ريتينول بي 3 سيرم، وتاني واحد هو انفينيتي ريتينول بي 3 سيرم. نبتدي بمين ونستخدم مين؟ أنا جربت كل واحد لوحده لمدة شهرين عشان أعمل لكم ريفيو، مش هتحتاجوا حاجة بعده، واللي عارفني عارف الكلام ده. وأي بنوتة ما بتحبش الريتينول أوعدك بعد الحلقة دي تفكيرك هيختلف خالص. وليه دايما بنقول ان الريتينول من اهم المواد اللي انت تضيفيها في الروتين بتاعك وهتفرق معاكي بعد الاساسيات اللي هم الغسول والمرطب وواقي الشمس؟ الريتينول بيجي بعدهم على طول، لانه اكتر ماده علميه مثبت ان هي بتحفز الكولاجين وبتقاوم علامات تقدم العمر. فلو انت سنك فوق ال 25 سنه اعملي لايك وسبسكرايب للفيديو. وانا دكتور ناديه للي لسه مش عارفني، ويلا بينا نبدا. وقبل ما ابدا مقارنه واقول لكم التركيبه ورايي الشخصي في التو سيرمز اللي اتكلمنا عليهم، في حاجات مهم جدا ان انا اعرفها لك الاول عشان الريتينول يكون اضافه ليكي مش عليكي وما يعملكيش مشاكل، لان ده سبب اصلا كره البنات للريتينول. احفظي بقى النصايح اللي انا هقولها دلوقتي. اول حاجه، لو انت هتبداي استخدام الريتينول ما ينفعش تبداي بالتركيزات العاليه، التركيزات العلاجيه هنلجا لها بعدين. الاول بنبدا بالتركيزات الوقائيه اللي هي ايه يا دكتور نودي؟ 0.1 0.3 0.5 واخيرا 1%، يعني بتفضلي تتدرجي لحد لما توصلي ال 1%. بالطريقه دي السكين بيرجنج او الحبوب اللي بتظهر بسبب الريتينول بتقل بشكل كبير، وده بيخليكي عايزه تستمري على روتين اكتر، ودي اهم حاجه اصلا في استخدام الريتينول، الاستمراريه. وتاني نصيحه واكيد سمعتوا عنها هي طريقه الساندوتش في استخدام الريتينول. يعني ايه الكلام ده؟ الاول بنغسل وشنا كويس، وبعدين بنحط مرطب على بشرتنا ونستناه ينشف خالص، وبعده بنحط الريتينول سيرم، وبعد لما ينشف برده من 5 ل 10 دقايق بنحط مرطب تاني. كده يبقى احنا قفلنا على الريتينول من فوق ومن تحت. والطريقه ديت بتخلي فعلا بشرتك ما يحصلش فيها حبوب ولا التهاب اللي بيطلع مع استخدام الريتينول. وانا بفضل انه بعد لما نستخدم الريتينول في الاول كده نستخدم مرطب في ماده السنتيلا، وفي انواع كتير قوي هحطها لكم دلوقتي على الشاشه، لان ده بيقلل التهاب البشره وبيساعد على ان السكين بيرجنج ما يحصلش بشكل كبير. ولكل البنات الحلوين اللي بيحبوا السكين سلاجنج او يستخدموا فازلين قبل لما يناموا على بشرتهم بالليل، الطريقه دي مفيش منها مشاكل، خصوصا لو انت بشرتك جافه، ولكن هتعمل لك مشاكل لو استخدمتيها مع الريتينول. عشان كده لا يفضل تماما ان انت تستخدمي الفازلين بعد الريتينول، لان الفازلين دي ماده اوكلوسيف، يعني بتقفل على اللي تحتها. فاحنا لو قفلنا على الريتينول ده اكيد هيعمل لك حبوب تاني يوم الصبح لما تيجي تصحي. فبالتالي انا لا انصح تماما ان احنا نستخدم طريقه السكين سلاجنج مع استخدام الريتينول. ولو حضرتك مش عايزه تستخدمي طريقه الساندوتش مع الريتينول سيرم، هنصحك نصيحه مهمه جدا، ان بشرتك تكون جافه تماما وانت بتستخدمي السيرم، عكس الهيالورونيك اسيد اللي بشرتك تكون فيه منديه. طب ايه الحكمه من ورا الموضوع؟ خليني اقول لك انه الميه بتزود امتصاص السيرم، وفي حاله الريتينول لو احنا بشرتنا منديه ده هيزود امتصاصه اكتر، فبالتالي المشاكل بتاعته هتزيد. فاحنا مش عايزين كده، فهنستخدم دايما يعني نخلي بشرتنا جافه قبل استخدام الريتينول. ومن اهم الحاجات اللي لازم تعرفيها ان في يوم لاستخدامك لسيرم الريتينول ممنوع تماما تستخدمي اي مقشرات. ايه هي المقشرات؟ سواء احماض الفا او بيتا من احماض الفواكه، اللي هي لاكتيك اسيد، جلايكوليك اسيد، ساليسيليك اسيد، اي نوع احماض ممنوع مع الريتينول، لان ده بيزود تحسس البشره بشكل كبير. وعشان برضو التحسس يقل هنصحك ازاي تحطي السيرم على بشرتك. احنا ما بنحطش السيرم كده، احنا بنحطه باي باتنج، يعني بنحط شويه منه صغيرين سواء على بشرتنا على طول او على كف ايدينا، وبعدين بنعمل كده بالظبط الطبطبه، او الطريقه دي اسمها باتنج، وبشرتك بتمتص السيرم عادي جدا. اما بقى الرابنج ده بيزود برضو تحسس البشره، سبيشالي لو انت بشرتك حساسه اصلا، فبالتالي افضل طريقه هي الطبطبه. واخر حاجه هقولها لك قبل لما تستخدمي الريتينول في الروتين بتاعك هي انك ما تنسيش واقي الشمس تاني يوم. بمنتهى البساطه لو حضرتك نسيتيه كل حاجه في بشرتك هتقلب سواد، هيبقى التهابات وتصبغات، وهنقعد بقى نعالج في مشاكل قد كده اهو. فالريتينول بالذات ما ينفعش ننسى واقي الشمس، واحنا اصلا ما ينفعش ننسى واقي الشمس في العادي يعني، بس الريتينول لو ما حطيتيش واقي شمس احنا بنروح في حته ثانيه خالص. فدي اخر نصيحه هقولها لك، واقي الشمس اساسي طول ما انت بتستخدمي مقشرات او ريتينول او حتى في العادي والله.
ويلا بينا نتكلم على اول برودكت معانا في الحلقه، وهو الانفينيتي ريتينول بي 3 سيرم. السيرم ده 30 مللي وسعره 350 جنيه بتاريخ طبعا تصوير الحلقه، تمام؟ عشان بس لو اي حد بيشوفها بعد كده طبيعي ان هو يغلى، مفيش مشكله. طيب السيرم ده بيوعدنا بايه؟ مكتوب على العبوه كذا حاجه. اول حاجه انه بيعالج تصبغات الجلد، تاني حاجه شيخوخه الجلد وترهل البشره، بيقلل المسام الواسعه، وكمان اثار الندبات وحب الشباب. اما بقى عن التركيبه، على العلبه مش مكتوب اي تركيزات ولا اي حاجه، فبالتالي فتحت الويب سايت عشان اشوف لو التركيزات مكتوبه عليه، وفعلا لقيتها مكتوبه. بس دي عندي مشكله مع كل البراندز المصريه، طبيعي يكون مكتوب على العلبه او لو في بامفلت من جوه، عشان ما نضطرش ان احنا نفتح الويب سايت لو اصلا عليها التركيزات، لان للاسف في شركات مش بتحط التركيزات. المهم، انفينيتي تركيز الريتينول فيه على الويب سايت 0.5%، فده تركيز كده زي ما اتفقنا ايه، وقائي مش علاجي. حاطين فيه جلايكوليك اسيد بتركيز 4%، هي التركيبه نافعه مع بعض، انما احنا ما ينفعش نخلطهم لو في العادي. حاطين فيه كمان نياسيناميد، ولكن اللي هو البي 3، ولكن مش ذاكرين كميته قد ايه بالظبط. فانا توقعي ان هو مش هيزيد عن 2% بعد لما جربته، لان انا جربت تركيزات عاليه من النياسيناميد وعارفه الايفكت بتاعها على المسام الواسعه، فاتوقع ان هو 2%. حاطين كمان فيه هايلورونيك اسيد، واخيرا حاطين المارين كولاجين. وعلى العلبه بقى موجود شويه مواد فعاله مش موجوده على الويب سايت، زي بالظبط الكولا ليفت 18، ودي ماده مستخلصه من شجره المهوجني، بتزود انتاج الكولاجين وبتشد البشره بشكل كبير، فهي اضافه حلوه جدا مكتوبه على العلبه. تاني حاجه برضو مكتوبه على العلبه هي ان في خلاصه الالوفيرا عشان يساعد على ترطيب البشره، وده حقيقي مع استخدامه بشرتك بتترطب بشكل كويس. واخيرا في نسبه كحول، لان دايما بتسالوني السيرم ده فيه كحول ولا لا، ولكن هي نسبه ضئيله جدا جايه في اخر التركيبه، اكيد عشان تحافظ على الاستابيليتي بتاعه البرودكت. وده شكل العبوه بتاعه انفينيتي. شركه بتنصح ان احنا نستخدمه مساء، ده طبيعي لان الريتينول بنستخدمه بالليل، نستخدم منه 3 نقط، ولكن الطبيعي ان احنا نستخدم نقطه على كل كوارتر، يعني نقطه للخد، نقطه للخد، نقطه للقوره، نقطه هنا، وطبعا على رقبتنا ما ننسيش، يعني الدقن والرقبه اكيد ما ننساهمش معانا. ولو بقى حابب برودكت حطيهم على ايدك وهتدعي لي بعدين، لان فعلا الريتينول بيفرق ان ايدينا ما تعجز بسرعه. المهم ده شكل الباكجينج من جوه العلبه. السيرم من جوه لونه اصفر باين اهو في الشاشه. عندي بقى مشكله فظيعه كانت مع ان القطاره زي ما انتم شايفين كده مش بتنزل اصلا، كان عندي مشكله في الباكجينج. فانا اي جس انها يعني مش حاجه عامه، ممكن تلاقوا باكجز حلوه وباكجز ثانيه لا، بس انا كان عندي مشكله بصراحه في القطاره انها مش بتنزل كويس. بس انما عن رايي فيه بعد استخدامه لمده شهرين هقوله لكم، بس بعد ما نشرح التركيبه بتاعه سيلت. ريتينول سيلت بقى مكتوب عليه ان هو نون كومادوجينيك، يعني مش بيسد المسام او ما فيهوش مواد فعاله بتسد المسام، ومكتوب عليه ان هو 2 في 1 عشان ريتينول ونياسيناميد مع بعض، وكمان هو بارابين فري. برضو حجم العبوه 30 مللي وسعرها 349، يعني 350 جنيه. وبرضو مهم ان احنا نقول ان الشركتين بيعملوا على طول عروض عشان الناس تجرب الريتينول بتاعهم. فتحت الويب سايت ما لقيتش اي تفاصيل عن تركيزات المواد الفعاله، بس على العلبه كان مكتوب تقريبا، كان مكتوب، لا الريتينول مش مكتوب تركيزه على العلبه، ولكن انا سالت الشركه وقالوا لي ان تركيز الريتينول فيه 1%، وكمان حاطين فيه يعني ريتينول 1%، فبالتالي هو علاجي. تاني حاجه حاطين فيه ماده البانتوثينيك اسيد اللي هي فيتامين بي 5، ودي من اكتر المواد اللي بتحافظ على نضاره البشره وبتحافظ على حاجز البشره، وده شيء مهم جدا لما تيجي تستخدمي الريتينول. جواه كمان فيتامين اي جاي في التركيبه باسم التوكوفيرول، وده معروف باسم فيتامين اي كمضاد للاكسده، حلو جدا يكون موجود جوه السيرم. جواه جلايكوليك اسيد، بس اتوقع ان النسبه اقل من 4%، يعني نتكلم مثلا في رينج 2%. وفي اخر التركيبه جاي النياسيناميد. انا فاهمه انه في مصر احنا ما بنهتمش بترتيب المواد الفعاله وفقا للتركيز، ولكن المفروض ان النياسيناميد كان يجي في الاول الصراحه عشان التركيز كان يبقى اعلى. بس برضو من استخدامي هقول زي ما قلت على انفينيتي ان هو لا يتعدى ال 2%، ده توقع مش اكتر، ولكن انا بيتهيالي ان النياسيناميد تركيزه مش عالي في السيرم. في هايلورونيك اسيد في فورمه الصوديوم هايلورونيت، ودي احلى فورمه ممكن تتحط
في سيرم عشان ترطب البشره وتقلل من اعراض الريتينول الجانبيه. كمان في سيتريك اسيد بنسبه قليله، وزي ما قلت الكحول برضو بنسبه لا تذكر ولكنها موجوده عشان تحافظ على الاستابيليتي بتاعه. ده شكل البرودكت من جوه، برضو بنستخدمه بالليل لانه الريتينول زي ما قلنا بيحسن مرونه الجلد، بيقلل علامات تقدم العمر. كل الحاجات ديت مكتوبه على الباكج، ولكن ده شكل العبوه. خليني اوريكم القطاره، احسن كتير من انفينيتي ولونه افتح كمان. بصوا بتنزل بسرعه ازاي. دي تاني عبوه على فكره انا استخدمها، فبالتالي هو بالنسبه لي كباكجينج ياخد 10 من 10. حلو جدا. واللحظه المنتظره نستخدم مين في الاثنين يا نودي؟ قبل ما اقول لك تستخدمي مين واحكي لك عن تجربتي الصادقه مع الشركتين، عيب قوي لما تكوني مش عامله لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل. ليه؟ لان انا بديكي اونست ريفيوز، والناس اللي عارفاني عارفه الكلام ده من الانستجرام، فعيب برده ما تكونيش عامله فولو على الانستجرام، لان انا بعمل اسك تقريبا كل يوم، بجاوب بجد على كل الاسئله. الستوريز عندي لذيذه وممتعه، فاعملوا لي فولو على الاكونت. لو انت لسه هتبداي ريتينول المفروض تكوني فهمتي بقى ان انت هتبداي بالتركيزات القليله، فبالتالي انصحك بانفينيتي. انفينيتي من الحاجات الحلوه اللي انا جربتها، عجبني ملمس البشره فيه بعده بيكون ناعم جدا، ما عنديش تجاعيد عميقه، انا دلوقتي طالعه من غير فلتر، ولكن هو بيحسن الالاستيسيتي او مرونه البشره بشكل كبير. فده من الحاجات اللي انا بنصحك بيها لو انت ما جربتيش ريتينول. وحاليا بستخدم برده كريم العين بتاع انفينيتي، يعتبر من الحاجات اللي في الفئه الاقتصاديه المتوسطه، وبيقلل من علامات تقدم العمر بشكل كويس، مش وحش، مش احسن حاجه ومش اوحش حاجه، هو في الفئه المتوسطه، وانا بستخدمه مستمريه عليه بقالي كذا شهر، هعمل لكم عنه ريفيو منفصل، ولكن هو من الحاجات اللي انا برشحها لو انت متمرسه في الريتينول او طلعتي السلم خطوه خطوه زي ما احنا متعودين. انصحك بسيلت. سيلت برده حلو جدا، عجبني قوي، بيخلي ملمس بشرتي تاني يوم تحفه، بيقلل علامات تقدم العمر بشكل كبير، بيساعد على ان البشره تتشد برده بشكل كبير. ستيل انا ما عنديش علامات تقدم عمر فظيعه، ولكن هو مع استمراريه الاستخدام حبيت ملمس بشرتي بعده، فبرده من الحاجات اللي انا برشحها جدا. ولكن لو انت متعوده على، بالنسبه لي التو سيرمز حلوين ويستحقوا التجربه. هي الفكره بس انت واقفه فين من استخدامك للريتينويدز او عيله الريتينويدز في روتين بشرتك. وكمان الحلو في التو سيرمز ان هم بيغنوكي عن حاجات كتير، عن الجلايكوليك، عن النياسيناميد، لان تركيبتهم متكامله وجميله. فدول من اكتر تو سيرمز مصريين انا جربتهم وهفضل ارشحهم لانهم عجبوني جدا. وعشان تعرفي اكتر عن ماده الريتينول هحط لكم دلوقتي بلاي ليست فيها كل حاجه بجد انا عاملاها عن ماده الريتينول، وحاطه لكم براندز، وحاطه لكم مقارنه ما بين كل انواع برضو ريتينول موجوده في السوق المصري، ولكن انا حطاها بشرح علمي without ريفيو زي الحلقه دي. فهستنى رايكم في الحلقه دي، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا لي في الكومنت لو حابين تشوفوا مني حاجه الفتره الجايه، واشوفكم في الحلقه الجايه.